اسمحوا لي أستهل كلمتي بالترحم على فقيدنا الكبير وتوجيه الشكر إلى جامعة القاهرة العريقة على إتاحة الفرصة للمشاركة في تأمين علم من أعلام مصر حجز لنفسه مكانا متميزا في تاريخها الأكاديمي والقانوني والتنفيذي والبرلماني، فهو أستاذ القانون الجنائي والفقيه المتميز في تخصصه ورئيس الجامعة القدوة في إدارته ونشاطه، والوزير صاحب الرؤية، ورئيس البرلمان الجامع بين العلم والإدارة والسياسة في تركيبة يصعب تكرارها، جعلت منه شخصية يشار إليها بالمنام على الأصعدة الوطنية والعربية والدولية، ومواطنين، وله في مجال المحاماة بصمات مؤثرة ومشهودة وسجل حافل من الأعمال الجليلة التي لا تنسى. الجمع الكريم، لقد أدى الفقيد واجبه على خير وجه، وسيظل علامة فارقة في تاريخنا ومصدر إلهام لكل من ينشد التميز، لأن تجربته تستحق التعلم منها والبناء عليها والعودة إليها لما تحمله من تنوع وتفرد. وقد آثر القدر أن يكون الرحيل في ليلة مباركة من شهر رمضان، فيظل مقرونا عن الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، سواء كأب أو كمعلم للأجيال أو كمسؤول في بضع دقائق أو بعض قصصات الأوراق في رحلة حياة حافلة بالأداء وبالأحداث وبالإنجازات وبالتحديات. رغم قربي من والدي إلا أن رسم شخصيته من الأمور الصعبة وليست هينة، ليس بسبب المواقع العديدة التي شغلها وتباين هذه المواقع، وليس بسبب تميزه في هذه المواقع والتي كان أحيانا أو كثيرا يبهرني هذا التميز، وليس أيضا بسبب الإنجازات التي حققها في كل موقع من هذه المواقع، ولكن بسبب هذه الأسباب كلها، بسبب أنه جامع لتجارب عديدة، تجارب إنسانية، قضائية، علمية، دبلوماسية، سياسية، برلمانية، دولية، أثقلت هذه الشخصية وجعلت منها شخصية لها كاريزمية خاصة تعشق العمل الجاد. أريد أن أقول أنه كان نموذجاً في الأبوة مثلما كان في عمله. كان أباً عظيماً